بعد ما النيابة بتراجع الكاميرات وبتشوف الراجل اللي قابل جعفر في المطار وإنه حط المخدرات في شنطة جعفر، النيابة بتقر ببراءة جعفر وإخلاء سبيله. بيخرج جعفر وفي نيته ينتقم من شوقي وكل إخواته ويخلص عليهم زي ما خلص على يوسف أخوه. أول ما بينزل المنطقة بتكون عينه مليانة شرار وبينادي بعلو صوته: الراجل في بيت شوقي ينزل لي. وداد بتكون واقفة في البلكونة وشايفة حريم جعفر ونعيم وأمه فرحانين قد إيه برجوعه، عارفين إنه راجع يجيب لهم حقهم وراجع يعلم على شوقي. شوقي في الوقت ده بيكون نايم وبتجري عليه وداد وتصحيه وبتقول له على اللي حصل، بس ما بتلحقش تكمل لأن جعفر بيكون كسر باب الشقة عليهم ودخل. جعفر بيكون معاه نعيم وسيد وشوية رجالة تانيين. جعفر بيجيب شوقي من قفاه وبيجرجره وبينزل بيه في نص الشارع. جعفر بيقول له: بقى انت عامل لي فيها كبير منطقة واستغليت غيابي وافتريت على أهلي، أنا بقى هوريك اللي عمرك ما شفته، هخليك تمشي تقول حقي برقبتي. وبيكمل كلامه وبيقول له: انت محسوب على الرجالة بالغلط. وبينزل فيه ضرب وبيعلم عليه قدام المنطقة كلها هو وأهله، وبيقول له: أنا كده حطيتك في مكانك اللي تستاهله. وبيصوروا صورة للذكرى، وبيقول لنعيم الصورة دي تتبروز وتتعلق متر في متر في بيت شوقي عشان لما عينه تيجي على اللي أكبر منه ويفتكر مقامه. والحارة كلها بتضحك على شوقي واللي حصل له. ودي كانت توقعاتنا في الحلقة اللي جاية. قولوا لنا رأيكم ومتوقعين إيه في الحلقات اللي جاية.